بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين إلى يوم الدين. النهاردة معانا طبعا بوريكم العملات اللي معايا كلها زي ما حضراتكم شايفين. بالنسبة للعملات دي، العملات دي يا جماعة اللي أنا كنت بشيلها وأنا سن صغير 17-18 سنة. طبعا العملات دي طبعا ما عادش بتتداول دلوقتي. بالنسبة ل10 قروش الجمهورية العربية المتحدة 67، النسر طبعا في طبعا الصقر اهو، برضو الصقر طبعا بعد سنة 70 هتلاقيه 73 او حاجة او 72 اهو. بالنسبة ل5 قروش نفس الحكاية، جمهورية مصر العربية 72 هتلاقي مثلا. بالنسبة ل5 قروش زي ما قلت لكم برضو هتلاقي الصقر والنسر وكده اهو. ده النسر اهو قبل سنة 60 هتلاقيها على طول اهي، تعرف 67. بالنسبة للنسر قبل سنة 60 قبل سنة 70. لكن بالنسبة للصقر هتلاقوا الصقر موجود طبعا بعد سنة 70 في السبعينات يعني. طبعا هنا معانا برضو شوية عملات برضو اللي هي طبعا قناة السويس اللي غير جاذبة للمغناطيس اهو زي ما حضراتكم شايفين، منهم النص جنيه والجنيه اهو زي ما حضراتكم شايفين. برضو دي بعض من العملات اللي معايا. احنا لسه برضو معانا عملات كتير هنا ان شاء الله نوريها لكم. هنا في عملات نفس الحكايه، هنا برضو في عملات نفس الحكايه ان شاء الله نوريكم كل العملات دي باذن الله. وهنا برضو في اهو كل دي عملات احنا بنختار. طبعا العملات اللي بالنسبه ديت اللي انا كنت بشيلها زمان، القرشين ساغ وال10 قروش اهي او 10 مليم. 10 مليم، كل مليمات يعني ساغ واحد من الجنيه، يعني الجنيه فيه 100 ساغ، الجنيه فيه 100 من دول، 100 ساغ من دول. الجنيه دلوقتي فيه 100 من دول، يعني لو عديت 100 من دول هو ده جنيه زمان. 10 مليم يعني قرش ساغ واحد، يعني لو دول 100 يبقى بجنيه. لو دول 100 يا جماعة فاهميني، لو دول 100 مش هيجوا 100 طبعا. وفي هنا قرشين ساغ اهيت برضو 2، يعني لو عديت 10 كده يبقى ب10 ساغ، ومفيش دلوقتي 10 ساغ طبعا. ال100 دول 100 واحد من دول بجنيه من ده دلوقتي. تخيل انت، تخيلوا 100 واحد من دول في السبعينات بجنيه واحد من ده دلوقتي. طبعا بالنسبة هنا القرشين ساغ برضو اهيت، ال50 من دول بجنيه، يعني 50 واحدة من دول بجنيه. تخيل انت بقى. طبعا دول اتقرضوا استسيحوا واتعمل منهم زي ما احنا عارفين يعني، عشان يبقى تكلفة على الدولة وكده. ماشي. طبعا النهاردة بدناكم بالفيديو اهو. محدش بقى بالله عليكم يطلع يقول لي انا معايا 10 ومعايا 5 وبكام وبتتباع فين والكلام ده. العملات دي يا جماعة ملهاش سعر. يعني القرشين ساغ دي مثلا تجيبها مثلا ايه بجنيه ونص، ب2 جنيه، كلام فاضي يعني. انا عندي القرشين ديت اعينها احسن ما ابيعها ب2 جنيه او ب3 جنيه او ب5 جنيه حتى. برضو بالنسبه لل10 مليم، ال10 مليم نفس الحكايه. ماشي. مش حد يقول لي تبيعها فين والكلام الفاضي ده. الحاجات دي ملهاش سعر. 2 جنيه 5 جنيه طبعا دلوقتي 5 جنيه حتى لو 10 جنيه. لا انا عندي اشيل العمله احسن من 10 جنيه. بالنسبه برضو للعملات الفضيه دي كلها زي ما حضراتكم شايفين نفس الحكايه، ما بنبيعش منها حاجه. احنا اللي بيجي نلاقيه بنعينه، اللي بيجي بنلاقيه بنعينه. فضلا وليس امرا، اشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس بالكل عشان يوصلكم كل جديد. وطبعا انا عامل قناه تانية غير ديت اسمها عدد ومشاريع خالد، عدد ومشاريع خالد. يا ريت تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس برضو، وجزاكم الله خير. طبعا القناه التانية دي بالنسبه للعدد والمشاريع وكده يعني. وانا عامل 3 فيديوهات بالنسبه للعدد وبالنسبه لحاجات يعني تانية، بالنسبه مثلا ايه مفاتيح كهرباء مش عارف ايه وشاش كهرباء الكلام ده. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.